ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة مطبخ وافكار سونا. في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض التومية السوري بأسهل طريقة. بالأمانة كده طالعة كريمي وطعمها خطير، وهنعملها كمان بمكونات اقتصادية وعلى كد ايديكي، يعني بدون بيض وبدون حليب وكمان بدون مايونيز ولا زبادي، وهتطلع تحفة بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. وكمان هقول لكم ازاي تطعموها بكذا طعم زي ما انتوا حابين لأغلب السندوتشات وخاصة الشاورما وأغلب الأكلات سواء مقرمشات أو مشاوي. فيلا بينا كده نشوف هنعمل التومية التحفة دي مع بعض ازاي، واحدة واحدة. يلا بينا. معايا الأول هنا مكوناتنا الأساسية للتومية: المية والنشا. المية باردة عادية خالص من الحنفية. هنجيب بقى الكزرولة اللي هشتغل فيها أو الحلة بتاعتكم، وهنبتدي ننزل كده بكوبايتين من المية. هنا لو انت حابة تعملي نص المقدار تمام، مفيش أي مشاكل. كوبايتين المية هحط عليهم 4 معالق من النشا كده مليانين بعمة، يعني كده المعلقة مليانة للآخر. تمام. يبقى كل كوباية من المية ليها معلقتين كبار من النشا. طبعا ممكن تبدل المية بلبن، بس أنا حبيت أعملها كده بمقادير اقتصادية لأن الأغلب يعني مش هيبقى عنده لبن. فبعد ما حطينا المية والنشا هندوبهم كويس خالص مع بعض، بحيث ما يبقاش فيه أي تكتلات بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، كله على البارد. بعد كده هنروح على البوتاجاز، هنحطها على نار عالية الأول لغاية كده الخليط ما يسخن معايا. وأول ما يبتدي يسخن هنهدي النار، لأن هو كل ما بيسخن الخليط بيتقل معانا وبيبدأ كده يعمل تكتلات. متخافوش من التكتلات دي، في الآخر كل القوام هيبقى واحد كله زي بعض. هتعرفيها ازاي ان هي استوت؟ اول ما تبدأ كده تعمل تكتلات معاكي وتتقل معاكي، بيختلف اللون الابيض ده بتاع الخليط، بيبقى لونه كده شفاف وبيبقى كتلة واحدة، وبيبقى كده عامل زي الكريم، زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. شايفين منظرها؟ طبعا زي ما قلت لكم ممكن تبدلوا المية في الأول باللبن، أو ممكن كمان تحطوا كوباية لبن وكوباية مية زي ما انتوا حابين. ممكن تعملوها بالمية زي ما أنا عملت كده، وبالأمانة بيبقى طعمها خطير. هنا القوام اهو شايفين بقى كتلة واحدة وكريمي. لازم ايدك تكون على طول معاك كده وانت بتقلبي، ما تستنيش عليها، لأن كل ما تقلبي فيها القوام كله هياخد نفس اللون، بيجي لونها شفاف كده وبيجي تحفة. خلاص كده هي استوت معانا، هنشيلها من على النار وهنسيبها لما تبرد. فانت لو سبتيها زي ما هي كده الوش بتاعها هينشف، فانت لازم تحطيها كده في بولة بالشكل ده. هنحط كل الكمية، او ممكن بقى تلميها زي ما هي كده وتغطيها. تمام. انا هنا فضلت ان انا احطها في بولة صغيرة وبعد كده هغطيها واسيبها لما تبرد تماما. ممكن يكون فيها دفيان بسيط، لكن ما تعمليهاش وهي سخنة. بعد ما بردت معانا بالشكل ده اهو شايفين بقيت كتلة واحدة اتجمدت معانا كده، وبقيت عاملة زي الكتلة. خلاص. طيب هنبتدي بقى باقي مكونات التومية بتاعتنا. معايا معلقة صغيرة من السكر، معلقة إلا ربع من الملح، معلقة كبيرة من الثوم المفروم، وكمان معايا هنا عصير ليمونة، يعني معلقتين كبار من عصير الليمون، معلقتين كبار من الخل. والخل والليمون ده على حسب الطعم اللي انتوا حابينه، يعني ممكن تزودوا وممكن تقللوا. ومعايا هنا زيت، دي كوباية بس، انا هنا الخليط اخد معايا نص كوباية، وممكن كمان ياخد معاكي ربع كوباية على حسب القوام اللي انت عايزاه. هنبتدي نجيب الكبة بتاعتنا او الهاند بلندر او الخلاط، يعني المتوفر عندك وحابة تشتغلي بيه هتشتغلي بيه. هنحط كده الخليط بتاعنا بتاع النشا كده في الكبة. لو هتستعملي الخلاط هتضيفي كل المكونات وتضيفي معاها في الأول كده حبة زيت أو حبة مية صغيرين أو لبن بحيث يمشي معاكي الخلاط. لكن لو في الكبة هتعملي زي ما أنا بعمل كده، هنحط كله على بعضه، السكر والملح والثوم وكمان الليمون والخل، كله في الكبة. وبعد كده هنضربهم مع بعض، هتضربيهم كده ضرب متقطع يعني لغاية كل الخليط كده ما يمتزج مع بعضه. طبعا هتنزل اللي في الحوافي كل شوية بحيث كله يبقى متساوي. هنا التوم لو انت مش عايزة التوم يكون ريحته طالعة او طعمه طالع فريش، ممكن تقلبيه الاول مع خليط النشا على النار وانت بتقلبيه، يعني الطريقتين هيبقوا حلوين. بعد ما ضربنا الخليط كده هنبدأ ننزل بالزيت شوية شوية على حسب بقى القوام اللي انت عايزاه. هتعملي كمية الزيت سواء بقى عايزاها تقيلة عايزاها خفيفة زي ما انت حابة. شايفين القوام عامل ازاي؟ ويا دوبك اخدت ربع كوباية من الزيت.
أنا حبيت أزود كمان شوية بحيث أتقل القوام، فزي ما انتوا عايزين. برضو لو هتضربوها في الخلاط هتضربوها كده، هتنزل الزيت شوية شوية والخلاط شغال، وبعد كده لغاية ما توصل للقوام اللي انت عايزاه. أنا هنا أخدت نص الكوباية بس زيت وطلع القوام معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بالأمانة كده خطيرة، كريمي وطعمها تحفة وكمان مظبوطة. وزي ما قلت لكم الخل والليمون على حسب الطعم اللي انتوا عايزينه، يعني لو عايزين المزازة باينة فيها شوية هتزودوا الخل من معلقتين لتلاتة، وكمان الليمون برضه هتزودوه من معلقتين لتلاتة. بس نفس المكونات دي بتطلع معايا كده مظبوطة وقوامها كريمي وتحفة زي ما انتوا شايفين بالأمانة كده خطيرة. هتعبوها بقى في البرطمان وهتسيبوها في التلاجة، بتقعد معاكم من أسبوع لأسبوعين زي ما هي. بس المهم هتاخدي منها بمعلقة تكون نضيفة. شايفين أخدت معايا نص كوباية بس زيت، وممكن كمان تاخد معاكي ربع كوباية على حسب القوام اللي انت عايزاه، لأن طبعا هي كل ما بتقعد بتتقل أكتر. تعالوا بقى كده أنا أقول لكم ازاي تطعموها بأطعمة مختلفة زي ما انتوا حابين. هاخد الأول كمية كده من التومية بالشكل ده وهاسيبها كده زي ما هي سادة. طبعا انتوا لو حابين تحطوا عليها بقى مايونيز او زبادي هتحطوها وهي بتتضرب في الكبة او الخلاط. هتحطي حوالي كده معلقتين كبار من المايونيز، او هتحطي علبة من الزبادي. بالأمانة طبعا بتزود القيمة الغذائية وبتحلي الطعم أكتر، بس هي كده كده بالأمانة نفس الطعم ونفس القوام، مش بتختلف كتير. بعد كده ما حطينا كمية سادة وحطيت في بولتين حبة من المايونيز هنا وهنا. أول شوية في أول بولة هنزل عليهم بالكاتشب وهقلبهم كده مع بعض كويس خالص. هتديني بقى تومية بالكاتشب، بيبقى طعمها خطير مع السندوتشات أو مع البطاطس المحمرة أو مع أي مقرمشات. بالأمانة كده خطيرة، أحلى تومية بالكاتشب ممكن تعملوها. أدا أول طعم معانا، شايفين منظرها وشايفين شكلها تحفة. طبعا الكاتشب ده احنا عاملينه مع بعض قبل كده، هسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف للي حابب يشوفه. تاني طعم معانا هنحط عليه بقى مستردة. حط الكمية اللي انت عايزاها، يعني انا حوالي معلقتين كبار من المايونيز حطيت عليهم كده معلقة كبيرة من المستردة. طبعا برضو الطعم على حسب ما انتوا حابين، وبيجي معاكي احلى تومية بالمستردة تحفة. ممكن كمان تعملوها بالخضرة، سواء بالكزبرة بالشبت بالبقدونس، هتفرميه ناعم برضو هتخلطيه بالشكل ده. وممكن تطعميها بأي صوص عندك زي ما انت حابب، يعني التومية معاكي الأساسي وانت تطعميها براحتك. وطبعا هي لوحدها كده من غير ما تطعميها أي طعم بتبقى خطيرة. جربوها وإن شاء الله هتعجبكم. مكونات سهلة وبسيطة واقتصادية وعلى قد ايديكي، يعني كده هو من غير بيض ولا مايونيز ولا زبادي ولا حليب، وبتطلع معاكم تحفة. اعملوها وجربوها وبالأمانة كده خطيرة. وكمان بتنفع في أيام الصيام، حاجة كده صيامي سهلة وبسيطة. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واستنوني في وصفات جديدة. أشوفكم على خير. باي باي.